فالتجربه بتاعتك هي اهم حاجه في الرحله بتاعتك في البيزنس. التجربه بتاعتك واخطائك هي الحاجه الوحيده اللي هتبني كل قصه نجاحك. عشان كده لو بصيتوا على الشاركس هتلاقوا الشاركس دول كل واحد عنده تجربه بتاعته هو مختلفه عن كل العالم، كل واحد عنده خلطه بتاعته هو مختلفه عن كل واحد في العالم. حتى الناس اللي بتصور كاميرات، حتى مديرين التصوير، حتى مدربين الجيم، ما هي تمرينة الجيم واحده بس الترينر ده مختلف عن الترينر ده، مختلف عن الترينر ده. سبحان الله عضله الشيست واحده، سبحان الله نفس عضله الباي، سبحان الله نفس التركيبه العضليه عند كل الناس، بس كل ترينر ازاي يمرن العضله عنده هيز اون ريسيبي. هاويفر ان كلهم عندهم نفس العلم، لكن كل واحد عنده هيز اون ريسيبي، فهو يمرنك ازاي، لان دي خبرته هو، لان دي حياته هو. فانت في البيزنس بتاعك جميل ان يكون عندك العلم، وجميل ان تكون مذاكر، لكن الاجمل والاحلى انك بتكون بتجرب. ففي حاجات ما تنفعش، يعني ما ينفعش نقعد نفكر ونقول الحاجه دي هتنفع ومش هتنفع من غير تجربه. لازم نجرب، لازم نجرب حتى لو متاكدين ان الحاجه دي مش هتنفع، لازم نجرب حتى لو متاكدين الطريق ده مش هيودينا في حته. لازم نجرب، مش لازم نجرب وخلاص عشان احنا هبل، لازم نجرب لو احنا عندنا ايمان. يعني لو انت عندك ايمان وعندك فكره ومؤمن بيها فلازم تجرب، لازم تجرب. عشان كده اوبر لما طلع كريم طلع وراه. كريم ده كان عنده ايمان، كريم ده كل اللي عنده كان عنده ايمان، كان عنده تجربه بتاعت واحد وكان عنده حاجه حد عملها، بس الراجل بتاع كريم ده كان عنده ايمان بس ان هو يبقى مختلف، ان هو يبقى اسمه كريم حتى على الاقل ما يبقاش اسمه اوبر. قال لك يا عم انا هكلم بتوع الميدل ايست، انا زيهم، اسمي كريم وهم كريم، صباح الفل، فانا هجرب. فهو كان عنده ايمان، كان عنده علم وثقافه وقرا واشتغل على نفسه، بس كان عنده ايمان ان البروجكت بتاعه مختلف بيه بقى، مختلف باسمه، عنده فاليو بروبوزيشن مختلف اند سو اون. فلازم في البيزنس بتاعك وفي حياتك وانت موظف وانت بتعمل اي حاجه ريليتد بالبيزنس لازم يكون عندك ايمان بان تجربتك ممكن تنجح، ولازم تجرب. صباح الفل. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا تلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.